السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الأعزاء، أخواتي العزيزات، متابعين القناة. آه ها نحن عدنا والعود محمود. آه هذه واحد مدة ليست بقصيرة، يمكن هذه شي 5 أيام كنظن، ولا شي 6 أيام. هذه واحد القناة اللي هي قناة نيوز، بواحد البرنامج كنظن بلا قيود، استقبلت أو استضافت ممثل المغرب في الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، ولقات عليه السيدة اللي هي مستقبلاه في هذا البرنامج واحد السؤال على ديك الحادثة ديال أنه نهار بعد الخروج من الجلسة ديال الأمم المتحدة بغى يعمل واحد الصورة هو والسفير الأمريكي في المغرب. فيمكن كانوا جاو لواحد البلاصة فيها الأعلام موقفينها تما. هذيك البلاصة مخصصة للصحفيين، خاصة الإنسان يدخل أو يقول شي حاجة أمام الصحفيين من بعد هذاك الجلسة اللي كانت. فالسفير الأمريكي عرض على السي عمر هلال، السفير ديالنا في الأمم المتحدة، باش يعملوا شي صورة هو وياه. و اللي بان في الفيديوهات ان هذيك اللي بان في الفيديوهات ان كانوا يعني اعلام كثيره ديال الدول كثيره موضوع وحده، وانه كان هناك علم ديال الجزائر ولكن حداه العلم ديال المغرب وعلم الولايات المتحده. فبان في هذوك الفيديوهات ان السيد عمر هلال يمكن باش يعملوا هذيك الصوره غطى هذاك الهلال، غطى هذاك العلم ديال الجزائر، يمكن غطاه باش يبقى يبان العالم المغربي والعالم الامريكي بوحدهم. وهذه مساله عاديه، انا بغيت نعمل واحد الصوره في واحد الديكور، فإلا شفت واحد الحاجه مخصره لي هذاك الديكور كنحيدها ولا كنغطيها باش كناخذ صورتي كيف ما بغيت انا ناخذها. هذه مساله عاديه ما فيهاش انه مساس ب... بالقوميه او بالوطنيه ديال شي دوله اخرى. هي مسألة عادية، بغاو يتصوروا ضروري غادي يشوفوا العلم المغربي والعلم الأمريكي ويتصوروا معاه. وإلا كان شي علم من غير، لنفرض أن هذاك العلم ماشي ديال الجزائر، ديال شي دولة أخرى، فضروري أنه غادي يغطيو هذاك العلم باش سميتو. هذه أمر ما فيها حتى مشكل. ولكن كيف ما تيقول واحد المثال، من الحبة كنديرو قبة. فخاد هاد المنظر هذا ولا هاد الوقفة هذه ولا هاد الواقعة، خدتها الصحافة الجزائرية ودارت فيها يدين ورجلين. ايوا خرجوا الناس كل واحد شنو تيقول، كل يدلو بدلويه في الواقعة هذه، مع أن الأمر هو عادي. فهاد الواقعة هذه، هاد القناة هذه النيوز العربية، يمكن أثناء استضافة السيد عمر هلال الصحفية لقات عليه هذا السؤال، فجاوب قال له ودي المسألة كانت فيها واحد، ما كانش هذاك هو الواقع، ما كانش هذاك الواقع، وانما كان فيها يمكن كما تنقولوا ترافيك، كان فيها شي ترافيك، لانهم اخذوا اللقطه الاولى والاخرى، ما خدوش اللقطه، يعني ما خلاش الفيديو يمر كامل، يعني داروا في لعبوا. كانت هناك ايادي دخلت واخر بقات شي شويه في هذاك الواقع، ودارت الفيديو اللي بغات ونشرت الفيديو اللي بغات كيف ما بانت للناس. ثم السيد عمر هلال قال له ودي في هذاك اللقاء، قال له ودي انا العلم الجزائري فوق راسي، انا اقبله. يعني مسألة نصحح الوضعية، صحح الوضعية اللي كانت واخدينها الناس من قبل، وهذا امر نبيل. فخرج الناس شي زيطوط
ودائما هذا الزيتوت هذا سبحان الله العظيم دائما خرجنا السي زيتوت وقال لك اودي فعلا السي عمر هلال انا كنت يعني انتقدته في هذاك الواقعه وانه ما كانش خصو يدير هكاك الى اخره الى اخره وانتم كترى ترى لا 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 ديال الجزائريين. ودابا هو خرج وقال شنو كان و... وانه قال لك بان العلم الجزائري فوق راسي وانني اقبله وهذا امر نستحسنه. على الهضره ديال السي زيتوت. ثم قال وقال لك هذا الحب ديال العالم الجزائري جا من عند واحد المسؤول كبير، وبما انه من عند هذا المسؤول فاحنا نستحسنه ونصفق له ونرحب به الى اخره في اطار الاخوه ما بين الشعبين المغربي والجزائري، وان هناك الاحرار. قال لك الاحرار ينادون بأن الشعبين يتحدوا ويتوحدوا باش يبنيوا المغرب العربي الكبير إلى آخره بما فيه مصلحة الشعبين. وقال بأنه احنا كنعترفوا بالخطأ اللي درتو. قال اللي داروا النظام الجزائري حول مغربية الصحراء حول الصحراء الغربية هو تيقول أن النظام كان فعلا كان غلط في هذيك المسألة دي. ايوا فعلا هو كان غلط، ولكن السي زيتوت دابا انت عيد بان لك غلط 50 عام هادي، عيد خرجتي لينا انت دابا باش تقول لنا راه النظام الجزائري كان غلط. 50 عام ديال التضييع ديال الوقت وديال الناس ماتت، ارواح مشات، كانت حروب مقاله واحد مقاله جوج، كان اخذ وجر في الثمانينات قبل 91 قبل من وقف اطلاق النار، فمشات فيها ارواح والناس مساكن تمحنوا تما في تندوف تحت الشمس وتحت البرد والى اخره. ودابا عاد كتقول لنا حنا كنعترفوا بان النظام كان خطا في هذيك المساله. وهو يأمر بان هو هذا السيد زيتوت هذا داعيه مشهور كيظن راسو انه شي شخصيه عاليه، تيقول لك بان حنا كندعيو احرار وراسلوني احرار المغرب واحرار الجزائر في هذا الموضوع هذا، وقالوا لي ما كاينلاش تكون ما كاينلاش يخلقوا الفتنه من جديد، خصوصا مني نضت بعض المواقع هنا كتنادي باسترجاع الصحراء الشرقيه. وبعد ما وهذا الشيء يكون تنافيا للفوضى وتنافيا للعداوه بين الشعبين، وحنا خصنا نجمعوا الشتات. وهذا الشيء اللي كتقول فيه السي زيتوت راه مزيان، راه بحقيقه راه مزيان، هذا الشيء مزيان. ولكن هذا الشيء امتى كتقولوا؟ حتى دازت 50 سنه، حتى دازت 50 عام عاد كتقول فيه. علاش ما قلتيش عاد هذه منك كنتي انت في النظام نيت، منك كنتي انت في وزاره الخارجيه، كنت معين في ليبيا وكان عندك اتصال مباشر مع السفير انذاك. ايوا اش كان كيدور بيناتكم؟ كنتو كتعرفوا بان هذا النظام راه تعدى على المغرب في هذيك القضيه ديال الصحراء الغربيه كما جغرافيا الغربيه. هادشي ما كانش كيدوز لكم في المخ في المزاج، لا. فعلا ثم قال لك الاحرار راسلوه في هذه المساله هذه بانهم ضدك. الناس دابا كطالب بالصحراء، المغاربه كيطالبوا بالصحراء الشرقيه، وان احرار المغرب ضد، ما بغاوش هذه القضيه هذه. انا تنقول لك من هنا، وماشي غير انا، المغاربه كاملين تيقولوا لك جبد لي شي واحد حر مغربي لا يطالب بالصحراء الشرقيه، اتحداك باش جبد لي انت اللي كتقول الاحرار المغاربه راسلوك، واش جبد لنا واحد منهم سميت واحد منهم اسيدي ضد الصحراء الشرقيه بانها مغربيه. والله اسيدي ما يمكنش ما توجدوش نهائيا.
وزاد تيقول بأن خاصنا نحافظوا على الشعوب والبلدان، أما الأنظمة فهي زائلة. قال لك هو سيدي ضد النظام الجزائري وعنده مواقف من النظام المغربي، خصوص قال لك في القضية ديال القضية ديال التطبيع. وقيلا سي العربي زيتون ما فهمش ما معنى التطبيع، ما كيعرفش شنو هو التطبيع. بالنسبة للمغرب لا يوجد هناك تطبيع، بالنسبة للمغرب ما عندوش تطبيع. التطبيع بالنسبة للدول اللي ما كانتش عندها، اللي ما عندهاش تاريخ مع اليهود ديالها، اللي جرات على اليهود ديالها كاملين بحال الجزائر ولا بعض البلدان اللي كانوا جراو على اليهود، ما خلاو حتى واحد فيهم، جراو عليهم كاملين، خصوص من بعد الحرب ديال العام 1948. هادو هما اللي كان عندهم التطبيع. اما حنا في المغرب ما عندناش تطبيع، حنا عندنا استمراريه في العلاقات، واخا ما كاينش سفاره ويمكن كاين غير شي مكتب، ولكن عندنا استمراريه في العلاقات ما بين المغرب واليهود اللي في اسرائيل. ما تنقولش ان اسرائيل، واخا ان الدول كلها كتعترف باسرائيل كدوله موجوده وهذا امر واقع. نعم حنا مع الدولتين، الفلسطينيين حتى هما خاصهم الدوله ديالهم، فلسطين حتى هما خاصهم الدوله ديالهم، واخا في الاخير مساكن في الحقيقه فلسطين راه كلها ديالهم، ولكن في الاخر اضطر انهم ما بغاوش يقنعوا بعد الحرب 67، ما بغاوش يقنعوا ب... بهذاك الشيء اللي كان ذاك الوقت اسرائيل باغا تعطيهم الارض، ما بغاوش يقنعوا بهذاك الشيء بالموقف اللي كان انذاك بعد حرب عام 1967. ودابا كان ديك الساعه القدس باقا ما تابعه للاردن، كانت القدس باقا ماشي تحت الاداره الاسرائيليه. وزادوا كانوا كيطالبوا بفلسطين كلها، ولكن دابا بطبيعه الحال بعد المؤتمر ديال اللي كان جرى كنظن واحد الدوله اوروبيه نسيت سميتها، كانت اسرائيل اعترفت بالدوله الاسرائيليه، بوجود الدوله الاسرائيليه، واقتنعت بان يكون لها واحد النصف، انها واحد ماشي حتى النصف غير الثلث، ولكن المشكل في كان إذا اعتبروا بأنه بالمبدأ ديال الدولتين إسرائيل وفلسطين، على أساس أن تكون القدس، وقالوا ماشي القدس كاملة، قالوا غير القدس الشرقية هي اللي تكون عاصمة فلسطين. وهنا فين وقع الخلاف ما بينهم وما بين إسرائيل. أما دابا راه حتى هذيك القدس الشرقية ما بقاتش عندهم، وهذه مسألة كتخص الفلسطينيين. راه الفلسطينيين اللي خصهم ينوضوا وهم يكافحوا على بلادهم، راه المغاربة كافحوا على بلادهم، ما جاش شي واحد كافح اليوم على بلادهم. جميع الدول المستعمرة اللي كانت مستعمرة شعوبها هي اللي جابت الاستقلال وهي اللي كافحت. حنا كنشوفوا الفلسطينيين دابا راهم عايشين بخير وعلى خير. شو هذوك العرب ديال اسرائيل عايشين مخير، من داك الشر فعل حسن ليهم هما كاع ما يكونش عندهم شي نظام اخر من غير اسرائيل. عندهم حقوق ديمقراطيه، اسرائيل عندهم انتخابات، اللي نجح كيدوز البرلمان، اللي الحزب اللي نجح كيشد الحكم، ماشي بحال الانظمه الاخرى. ف كنظن انا كان قالها سميتو حسن الثاني رحمه الله، وقالها قبل منه الرئيس التونسي بورقيبه، قال لهم دابا نتوما ايها الفلسطينيون نصاهروا مع اسرائيل وكونوا دوله واحده، وبما ان هذه اسرائيل راه ديمقراطيه، وبما ان العرب معروف فيهم انهم عندهم كثره الانجاب، فغادي يكونوا الفلسطينيين كثار، وبالتالي في صناديق الانتخاب فغادي يكونوا الفلسطينيين كثار، وقدروا ينتخبوا على رئيس فلسطيني او يكونوا حزب وسميتو هادو. الا كان واحد الانصهار
تكون دولة وحدة. حتى هذاك التقسيم في الحقيقة راه ماشي في مصلحة الفلسطينيين، ماشي في مصلحة الفلسطينيين نهائيًا، وماشي مصلحة إسرائيل، لأن غيبقى دايمًا النزاع. واخا يعطيهم الحق ديال هذيك الدولة، واخا دابا هما قالوا معترفين بفلسطين إلى آخره، ولكن غيبقى دائمًا نزاع على الأرض الفلسطينية. فاتفقوا ما بين الفكرة ديال بورقيبة، انتهروا الفلسطينيين مع الإسرائيليين، وغادي يتزوجوا بعضياتهم، وغادي يديروا واحد السين بعضياتهم، والعرب معروفين تبارك الله عليهم كينجبوا بزاف، كيولدوا بزاف. فدابا كون هما أكثرية في الانتخابات، هما راه غادي يكونوا شادين، هما اللي غادي يكونوا شادين الحكم لو داروا هادشي من بكري. ولكن مع الأسف العقلية ديال خصوص ديال بعض الناس اللي كانوا كيستغلوا القومية العربية وديك القضية ديال العرب وكذا كذا، فهي اللي خلاتهم حتى لهاد باقي ما عندهم حتى حل، وخلات هاد المجزرة اللي كاينه دابا في غزة. هما منقسمين حتى دابا، شكون اللي كيحكم فلسطين؟ واش فتح ولا حماس؟ شكون اللي كيحكم؟ واش فتح ولا حماس؟ لأن فتح غايبة في هاد المعركة ديال غزة، ما سمعنا عليها والو. اشنو دارت؟ ما عرفت، ما سمعناش عليها واحد المواقف ديالها، ولا شاركت في المقاومة، ولا نددات بديك القصوفات اللي كانت كتنزل على الغزاويين، بحال هي باغا غير تفك منهم. على كل حال نرجعوا للموضوع ديالنا. السي زيتون قال لك هو عنده موقف من المغرب التطبيعي انه طبع، وتنقول له انا المغرب ما طبعش. المغرب كانت عنده علاقات مع اليهود، وباقي عنده العلاقات، وباقي اليهود كيجيو المغرب كمغاربه، انهم مغاربه. ما يمكنش واحد، حنا ما كنكروش المغاربه ديالنا، مؤخرا الجزائر جاء واحد الجزائري صيفطته فرنسا رداته وهو جزائري وما قبلتوش. واش كاينه شي دوله ما تقبلش المواطنين ديالها؟ كاينه شي دوله ما كتقبلش المواطنين ديالها؟ حنا كنقبلوا المواطنين ديالنا، يكون يهودي، يكون مجوسي، يكون ما نعرف شنو، بوذي، ما عرفتش، المهم يكون عنده اون كارت ناسيونال، بطاقه وطنيه فيها انه مغربي. كنرحبوا به بغض النظر على الديانه ديالو ولا الايديولوجيه ديالو ولا المبادئ ديالو، هذاك الشيء شغلو. ولكن كوطني مغربي، المغرب ما كيتخلاش عليه. ونرجعوا للتاريخ، في عهد في حكومة فيشي، في عهد فرنسا، ملي كان استعمار وكانت فيشي تحت السيطرة ديال هتلر، وكان أمر هتلر باش فرنسا تعطيه اليهود المغاربة، وجاو عند محمد الخامس الله يرحمه وقالوا له دابا هذوك اليهود عطيهم لينا المغرب اللي عندك. بماذا أجابهم محمد الخامس الله يرحمه؟ قال لهم أنا ما عنديش اليهود، وما عنديش أنا هنا اليهود، أنا عندي هنا مغاربة، وبصفتي كسلطان والبيعة ديالهم على العاتق ديالي ما نفرطش في حتى مغربي كيف ما كانت الديانة ديالو. وهذا الموقف التاريخي لمحمد الخامس باقي الآن اليهود كيعترفوا به، ولهذا فكنشوفوا اليهود المغاربة توقفوا مع المغرب في الجامع لأنهم كمغاربة في الوطنية ديالهم. إذا احنا ما عندناش تطبيع، احنا تسير تتمة العلاقات كانت، ماشي يلا حدثت، كانت وأمام الجميع. هادشي ماشي مخزون، هادشي باين. وتيقول اسيدي باش تكون يكفوا على هذاك النعره ديال المطالبه بالصحراء الشرقيه، ما غتجيب غير الفتنه ما بين الشعبين. اما النظامين فهما مؤقتين، غادي يمشيو، ما غاديش يبقاو، غادي يمشيو. مؤقتين، النظام كيمشي نظام ويجي نظام. وبدا تيقول لينا وتيفتي لينا وتيقول مثلا عام 1962
ذكر بن بلة، ذكر بومدين، ذكر الشاذلي، ذكر علي كافي، ذكر زروال، ذكر بوتفليقة، يعني ذكر واحد 8 متبون هادوك. هو ذكر هادو، ذكرهم من اللي تخلقت الجزائر، من الله ولات الجزائر بين عارضتين ولا بين ظفرين مستقلة. ومني جاي يذكر على النظام المغربي قال لك النظام المغربي من 62 كان حسن الثاني ودابا كاين محمد السادس. علاش من الجزائر ذكرتي من الاول، من اللي تكونت ملي تحدثات الجزائر ذكرتي من الاول، والمغرب بديتي من حسن الثاني. علاش اللي ما تقولش محمد الخامس، محمد بن يوسف، مولاي حفيظ، مولاي عبد العزيز، مولاي الحسن الاول، وانت غادي حتى توصل لواحد 12 قرن هذه دازت؟ علاش النظام المغربي ما كيمشيش؟ انت دابا فرقتي ما بين الانظمه وما بين الاشخاص، ربطتي النظام بالشخص. النظام عندنا حنا هذه 12 قرن ما عمرو ما غادي يدوم، ما غاديش يمشي. ما حد المغاربه متعلقين بالملكيه، ما عمر النظام المغربي غادي يمشي، ما حدهم باقيين متعلقين بالملكيه ديالهم. والحمد لله لحد الساعه المغاربه راضيين على الملك ديالهم. انت قد احرار المغاربه، شكون هما الاحرار المغاربه؟ جيب لي شي حر ضد الملكيه، ما كاينش. واحد 4 ولا 5 محسوبين على اصابع، على الاظافر على اصابع اليد، صافي. اما النظام الجزائري حتى هو ما تغيرش. قال لك النظام الانظمه كتمشي ما تغيرش، مشاو الاشخاص هما اللي تبدلوا. اما النظام باقي نظام عسكري من عهد بن بله، هو باقي نظام عسكري الى الان. واش تغير السي زيتو انت الجزائري؟ واش النظام عندكم تغير؟ ما تغيرش النظام عندكم، باقي هو مني تخلق مني تحدث، باقي هو. وهذه هي المعضله ديالكم. ودابا كتجيو حتى 2025 ديتو في 2019 كطالبوا كما كتقول المبدا اللي انت دائما كتقوله، مدنيه ماشي عسكريه. درتو الانتفاضه ديال الخرجات والاضرابات ديال 2019، اش نتج عنها نظام، ان الاستمراريه ديال النظام العسكري. باقي العسكر هو العسكر. كان هناك واحد الانقلاب على المطالب ديال الشعب، فتبدلوا الاشخاص فقط. بالعكس، بان هناك اشخاص من العصابه، كما كان تيقول قايد صالح، العصابه اللي هو سمى العصابه باقين. على تبون ماشي كان وزير الرئيس، كان في عهد بوتفليقه. ثم الجنرالات الاخرين راهم باقين هما. كان هناك القايد صالح كان باغي يعزل في واحد الملفات ويدير واحد التنقيه، ويدير واحد تصفيه حسابات، لان حتى هو عنده حسابات. بدا كيجمع في شي ملفات، ومن بين الملفات اللي جمع هو ديال شنقريحه اللي كان غادي يمشي كنظن كان غادي يتسجن، ولا كان غادي المهم يمشي. فكان الحل هو انهم اغتالوا القايد صالح، صافي. هادشي اللي كاين. وهذه بموافقه واش تبون غادي يحل فمو، لان تبون شكون اللي جابوا القايد صالح. واش بعد الاغتيال ديال القايد صالح تبون لا فرضوا عليه انه يبقى لانهم كيقلبوا على شي دوميه يجيو يحطوها صوره مدنيه ويديروا هما ما بغاو. يبقى النظام، يبقى العسكري يدير ما هو باقي الان من عام 1962. فين مشى النظام؟ باقي هو كما كتقول انت الانظمه كتمشي، لا النظام باقي هو. وحنا كنظام ملكي، المغاربه كلهم، هذا هو الفرق ما بين الجزائريين والمغاربه. الجزائريين ما راضينش بهذاك النظام اللي فيه، اما حنا فحنا راضيين بالملكيه ديالنا، باغيين حنا الملكيه ديالنا. شكون اللي ضد الملكيه؟ حتى في عهد الحسن الثاني، في اعوام اللي كنا نسميوها اعوام الرصاص وسنوات الرصاص، الشعب كتخرج ليه كيدوز الملك، كلشي عشان الملك عشان الملك. في هذاك الوقت اللي كان شويه الوقت قاصح والوقت مزيره، كلشي كان تيخرج للشارع عشان الملك عشان الملك، الشعب كامل. الى الملك الحسن الثاني كان كيدير جولات، في البلاد. مره كيخرج يدير جوله في البلاد، وشوف الشوارع كانت كتكون عامره والطبال والغيطه وكلشي. ملي كيكون الملك دايس عشان الملك عشان الملك، لان هو الملك
هو الأساس، هو الركيزة ديال الاستمرارية ديال النظام، ديال الاستمرارية ديال المغرب كأمة. حنا ما يمكنش نعيشوا حنا من غير النظام الملكي. وما تقولش لي انت لا كنتي ضد، عندك موقف من النظام الملكي، شغلك هذاك. واش تقربك النظام الملكي اصلا؟ انت اش داك النظام غادي باش غادي ينفعك انت النظام الملكي؟ الا كنتي انت كتجري وراء الشعوب باش تكون يد في يد والتكتل ويكونوا الجزائريين والمغاربه دوله وحده، راه لا، محمد السادس راه مد اليد، راه قال لكم ها اليد ها هي ممدوده، يلا تعالوا. ايوا شنو كتاخذ منه؟ لا انت ولا دوك الاحرار ديالك اللي كتقول احرار. اما عند احرار المغاربه انا هذه كنطلق فيها، اسمح لي على الكذبه، اسمح لي على القوله اللي قلتها، راه كذبتي. راه ما كاينش شي حر مغربي ضد النظام الملكي، الا هذوك المسخوط عليهم شي وحدين كانوا داروا شي جرائم وش حاجه وهربوا للدول الاخرى، هربوا من الجرائم ديالهم، كان غادي تحكم عليهم ماشي سياسيين وانما بالقانون ديال بالحق العام، بالحق العام، لو دغوا كما كنسيو لو دغوا كومان. ماشي انهم داروا جرائم باش ما يتعاقبوش، راهم هربوا داروا ولاو قال لك معارضين منهم شي جلاخات بلا ما نذكر سميتهم، بلا ما نذكر سميتهم. واحد هربان عنده عقوبة، والاخر هربان ما نعرف داير شي مصيبة قداش. هادو معروفين بلا من معروفين بلا ما نذكر اسمه. اذا الا كان شي مشكل في هذا المغرب العربي كامل، راه هي الجزائر هي المشكل. الجزائر خاصها تصلح، تكون نظام عسكري ولا تكون نظام مدني، خاصها تصلح. ولكن العسكر اللي عندكم دابا راه لا علاقة لهم بالسياسة، ما كيفهموا والو بالسياسة. وخطر عليهم ان خطر بعد خطر عليهم المغرب خطر عليهم، دونك خصهم يهدموه. هما اي حاجه خطر عليهم خصهم يهدموها. خطر على المغرب انهم خصهم يهدموه باش ما كان. وكان تونس خطر عليهم في عهد مرزوقي. تونس كانت غدا مزيان، كانت غدا لقدام، كانت نموذج وغادا مزيان. ولكن مني دخلت ولات المخابرات الجزائريه كدير فيها ما بغات، راهم انخدعوا، راهم ولا أخدعوا بطبيعة الحال لأمور اقتصادية. كان اضطر قيس سعيد، راه مضطر لأنه ما عندوش حل، لأنه الرئيس التونسي بعدا ما عندوش شي ثقافة سياسية. أستاذ ديال القانون الدستوري، وما عندوش واحد، ما كانش معروف سياسيا، كون جابوه غير هذاك المزالي، كون كان باقي حي، كون جابوه كرة مزيان. ولا كون جابو شي شخصية سياسية اللي كان هذاك اللي كان عندنا هنا ديال على الاتحاد المغرب العربي، هو سميتو. كانوا بزاف سياسيين اللي عندهم ثقافة واللي هما قادين يسيروا البلاد. ماشي هذا كان أستاذ عادي تقدم انتخابات مع الشعب، مع الثورة، مع شي حاجة جديدة عندهم، قالوا شنو أرى صافي انتخبوا. وهذا اللي كان وجه، هو لا يعرف شيئا في السياسة، يعرف شيئا واحد، هو النطق بالشعر العربي. الشعر العربي والأمثلة اللي أكل عليها الدهر وشرب، والإطناب في اللغة العربية. وهذا الشيء اللي عنده. شي حاجة أخرى راه ما عندوش. راه البلاد إلا ما تسقماتش تما راه حتى هي راه غادي تمشي في الهاوية. نرجعوا للهضرة ديالنا. كنا اش كنا تنقولوا؟ قلنا بأن قضية الصحراء الشرقية ما غاديش يسكتوا عليها المغاربة. الزيتون راه باينة، ما ضاع حق وراءه طالب. سالينا الملف ديال الشوكة، هذيك الحجرة اللي قال لنا اللي قال لكم بمدين غادي نديرها في صباط المغرب، تحيدات مشات عند الإسكافي وقلعها الإسكافي. دابا لا، دابا حنا خصنا نشوفو المشكل الآخر، وهو المغاربة اللي عندنا تما عندكم
ماشي المغاربة هادو ديال الصحراء الغربية ولا الصحراء كيما كتقولوا ليها نتوما الصحراء المغربية، لا، هادوك اللي كتسميوهم نتوما لاجئين وهما راه محتجزون. كنهضروا على السكان ديال جهة فيكيك وجهة بشار وجهة تندوف، هادوك المغاربة اللي باقيين الآن كيحافظوا على التقاليد المغربية. هادوك علاش كنهضروا حنا دابا، وراه واحد الوقت غادي ينوضوا. كما تنقولها دائما دائما في أي لقاء تنقولها، راه هما اللي غادي يطالبوا برجوعهم وحقهم التاريخي في المغرب، في المملكة المغربية اللي كانت قبل كانت امبراطورية الشريفة. امبراطورية راك عرفتو شنو هي امبراطورية؟ راه مشات حتى المالي، حتى طومبوكتو، ومشات حتى لنهر السنغال. اش غتقولوا لي مثلا؟ غادي تقولوا لي ان موريتانيا علاش ما كطالبوش بها؟ حتى هي كانت موريتانيا حنا اعترفناها بها، صافي سال هذاك الملف. موريتانيا الملف ديالها اغلق، صافي معترف بها كدولة في الأمم المتحدة، أمر واقع راضين به. ما غاديش نطالبوا حنا بدولة اللي هي معترف بها في الأمم المتحدة. ولكن الصحراء الشرقية لا، الصحراء الشرقية مازال الملف مفتوح وخصو يتخلق، وراه ما يمكنش يتخلق إلا بمفاوضات، اجتماع الطرفين، طاولة المفاوضات ويتفاوضوا على هاد الملف. هاد الملف هذا راه خصو يتحل. راه إلا ما تحلش غتبقى الأمور دايما معنكشة كيف ما تنقولوا. راه ماشي لينا حنا صافي، حنا قضينا واحد المدة وغادي صافي. ولكن ولادنا والأحفاد ديالنا هاد المشكل غادي يبقى، إلا ما تحلش هاد المشكل غادي يبقى لهم شي شي حاجة اللي كتعكر عليهم الاستمرارية في التقدم في الاقتصاد وفي مسائل أخرى. وهذا ما كان. هذا حديث قصير ردينا على السي زيطوط وماشي أنا اللي رديت عليه، بزاف الناس، بزاف ديال المغاربة الأحرار اللي ردوا عليه. وهناك جزائريين تعترفوا بأن الصحراء الشرقية اللي هما معارضين، بالحق واللي تيقولوا الحق. غنقولها لكم. كوكو، شيخ كوكو اللي كيقولوا له شيخ كوكو، سجعوه وكان على المواقف ديالو اللي تيقول فعلا راه مطاكي الجزائر كامل. هذاك الشيخ كوكو واصل يهودي، كنظن هو يهودي الديانه يمكن، ولكن تعطيكم علاش كدوروا. نشوفوا الشاب المثقف اللي هو شاب مثقف اللي هو شوقي بن زهره، ما تيكذبش هذاك السيد، هذاك الدري هذاك ما تيكذبش. وكاينين سي انور مالك حتى هو عنده حقه، حتى هو كاين واحد شويه ديال هذا وهذا ما بين عند عبدو سمار ولا عند هشام عبود، ما كنعرفوهمش. باقيين في واحد اللوحه رماديه، باقي ما كنعرفوش اين الاتجاه عندهم. دائما كنلقاهم ما عندهمش واحد المواقف واضحه، ما عندهمش واحد. هشام عبود راه طول حياته هو تيقول لك الصحراء الغربيه، طول حياته. هاد مؤخرا عاد بدا تيقول لك الصحراء الغربيه المغربيه. كنسمعنا كندخل عندهم كاملين وكنسمعهم كاملين، وكنشجع سيدي الناس المقاومين الاحرار ديالنا حنا اليوم واحد النوع ممتاز، مثقفون بمعنى الكلمه. سي منار سليمي، الدكتور ديالنا منار سليمي، الدكتور ديالنا الصنيبي، الدكتور ديالنا الناعوم. وكاين مواقع اخرى، الموقع ديال علي باريش اللي دائما يجيب لنا الاخبار، الموقع ديال محمد السباعي حتى هو يجيب لنا اخبار، الموقع ديال الخبر، نسيت سميتو، ديال الخبر. وكاين مواقع كثيره اللي هما اصحابها مثقفون عامرين عندهم ما يقولوا، ماشي بحال. وهادو كتسميهم انت ذباب. الذباب قال لك كاين حتى الذباب
الإماراتي والذباب الإسرائيلي. الذباب الإمارات محتاجة لينا، الإمارات راه حنا اللي محتاجين ليها. بغينا تجي عندنا هنا وتستثمر وخدموا الناس والبيع والشراء. ثم أن الإمارات، فضل المغرب على الإمارات كبير. عام 1978 الشيخ زايد ملي بغا يجمع هذوك الإمارات ويديرهم دولة وحدة، راه كان كيستشر مع الحسن الثاني الله يرحمه. والحسن الثاني كان عنده موقف في تكوين الإمارات في عام 1978. نتوما اللي كتعايروها دولة صغيرة، دولة صغيرة ولكن كبيرة، صغيرة في الحجم ولكن كبيرة في عندها قوة عالمية. دابا الإمارات ما نكروهاش، علاش؟ لأن عندها الفلوس، واللي عنده فلوس راه قوي. أي واحد عنده الفلوس راه قوي. وهذه قاعدة طبيعية، ولكن إلا كان عندي فلوس ما نكونش مكلخ. باش نكون قوي خصني نكون ذكي، خص يكون عندي مخ، خص يكون عندي عقل كنفكر فيه. ماشي فحال عندكم نتوما هما عندهم فلوس ولكن راه العقل خاوي، راه الكلخ. وهذا هو سبب الأزمة اللي نتوما فيها. لأن كون كان عندكم المخ والعقل كون قلتو تعالوا حنا اش بغينا بهذا المشكل ديال الصحراء. واش حنا عندنا صحراء كنطالبوا شي حق فيها؟ ما عندنا فيها حتى حق. واجي ورا المغرب تعالوا نفكوا كاين ملف الصحراء اسيدي ديالكم، ولكن تعال نكونوا واحد التكتل اقتصادي حنا وياكم. حنا عندنا الغاز، عندنا البترول، عندنا الحديد، عندنا كذا وانتم ما عندكم الشواطئ تبارك الله واسعه. عندكم واحد بوان استراتيجيك اللي ما كاينش بحالو في العالم. عندكم الناس كتخدم، عندكم حرف، عندكم حرفي مغاربه حرفيين كتعرفوا كيفاش تبيعوا وتشريوا، الماركتينغ، عندكم هاد المسائل، عندكم ابناك، عندكم غادي نكملوا شي بشي ونكونوا واحد الكوله اقتصاديه. لو كان هذا النظام ديالكم، هذوك الناس، هذوك العسكر عندهم المخ وعندهم العقل ولكن عندهم فلوس، ولكن كما تنقولوا طنطون غايب ما كاينش. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.